مسجد حصاه في ولاية نزوة العريقة. هذه الصخرة الضخمة تقع في ولاية نزوة العريقة في منطقة اسمها الحذفة، بجنب مسجد أثري قديم جدا اسمه مسجد حصاه بالنسبة للصخرة الضخمة اللي جنبه. فما هي القصة اللي رواها أهالي نزوة عن هذه الصخرة؟ يقال أن من زمن بعيد جدا كانت منطقة الحذفة في ولاية نزوة منطقة مأهولة بالسكان وفيها سوق، وكانوا أهل المنطقة يعيشوا في أمن وأمان. ولكن في يوم من الأيام هوت أو سقطت هذه الصخرة الضخمة من قمة أحد الجبال القريبة من القرية، واستقرت الصخرة في منتصف الجبل على جرف منحدر. فأصاب أهالي منطقة الحذفة الرعب والهلع، لأن أي انهيار يحصل للجبل ولو بسيط بتسقط الصخرة وبتتدحرج وبتتسبب بخسائر. بشكل عام كانوا أهالي ولاية نزوة من العلماء وأصحاب العلم، واشتهرت نزوة بعلمائها على مر العصور. ففي يوم من الأيام كان في رجل علم وعنده ابنين، وهذا الرجل بما أنه رجل علم أراد أن أبنائه ينشأوا النشأة الصالحة ويتعلموا من الصغر على يد أكبر العلماء. الابن الأول اللي هو الأكبر كان ملتزم جدا وما يترك أي درس من الدروس، ودائما ما يشيدوا به ويثنوا عليه العلماء والمعلمين. والابن الثاني كان يحضر الدروس يوم ويترك الدروس أسبوع. فأخبروا المعلمين أبوه إن ولدك ما يحضر غير في الأسبوع مرة. ولاحظ الابن الأكبر إن أخوه ما ملتزم بالدروس، فقرر إنه يشوف أخوه وين يروح باقي الأيام. ففي مرة من المرات راقب الابن الأكبر أخوه، فشافه يصعد على أحد الجبال في الليل وما يرجع إلا لما تطلع الشمس، ولما يرجع للبيت ينام فترة بسيطة ويقوم يلعب في النهار مع أصدقائه وما يحضر للدروس. فقال هذا الابن لأبوه على اللي شافه، فعصب الأب وغضب على ابنه، فناداه وضرب على تقصيره وتهاونه في طلب العلم. فقال هذا الابن لأبوه أنا عندي علم أقوى من علمك وعلم أخوي. فقال له الأب أريد أعرف وش هو هذا العلم اللي تملكه. فقال له الابن أصبر. أخذ الابن عودين برسيم من الأرض ووجههم للصخرة الضخمة اللي على المنحدر، فارتفعت الصخرة، فأشر بعودين البرسيم على الأرض، فنزلت الصخرة أمام كل الناس على الأرض جنب المسجد. فانبهر الأب من قوة العلم اللي يملكه هذا الابن، والله أعلم هل هو هذا علم أم شيء ثاني. فخاف الأب على ابنه أنه يطغى بهذه القوة اللي يملكها ويفسد في الأرض. فقال الأب لابنه هل تقدر تشق هذه الصخرة نصفين؟ فقال للابن بعزة الله أقدر. فأخذ هذا الابن عود من البرسيم وضرب بهذا العود على الصخرة فانشقت نصفين. فخلع الأب المصر أو العمامة اللي على راسه ورماها في نص الصخرة، وقال لابنه جيب العمامة أو المصر من داخل الصخرة. فلما دخل الابن داخل الصخرة أغلق الأب على ابنه الصخرة، وظلت هذه الصخرة جنب المسجد، وسموا أهالي المنطقة المسجد بمسجد حصاه. وبكذا اكتشفوا الناس أن حتى الأب عنده من هذه القوة. وتوالت الأيام والناس يتناقلوا هذه القصة ويرووها جيل عن جيل. فوش رأيكم في هذه القصة؟ وهل العلم اللي يمتلكه هذا الأب والابن هو علم عادي أم هذا سحر؟ كتبوا لنا رأيكم في التعليق. القصة